في ناس أول ما بيحتاجوه بيبقوا أكتر ناس قريبين ليك، أول ما بياخدوا الحاجة اللي عايزينها بيختفوا وكأنك ما كنتش موجود. المصيبة بقى يرجعوا لك تاني بكل بجاحة لما بيحتاجوه. تتصرف ازاي مع النوع ده؟ اللي بينكر الجميل مش ناسي، هو بس مش عايزك تحس ان هو مديون ليك، فبيقلل من اللي انت عملته. بعض الناس عندهم مشكلة مع فكرة الاعتراف بفضل الآخرين، بيشوفوا ان شكرهم ليك معناه ان هم ضعاف. اوقات الشخص ده مش بيعمل كده عن قصد، لكن تربيته أو طريقته في التفكير بتخليه يستخف بمجهود اللي حواليه. طب إيه الحل مع الشخصية دي؟ ما تتوقعش الامتنان من حد، وساعد بس اللي يستحق، واللي يقلل منك حطه في حجمه الطبيعي. وأهم حاجة ما تحاولش تثبت لحد إنك كنت كويس معاه، لأن اللي ناكر للجميل مستحيل يشوف الحقيقة. اللي باعك مرة هيبيعك 1000 مرة، فما تراهنش على حد أصلا مش قد العشاء. قليل الأصل عمره ما بينسى المصلحة، بس بينسى المعروف، فما تبقاش سهل الاستخدام. هتلاقيه بيظهر وقت ما ياخد ويختفي وقت ما يدي. راقب الأفعال مش الكلام. اوعى تخلي طيبتك هي نقطة ضعفك. الخير حاجة والاستغلال حاجة تانية خالص. والحياة عمرها ما كانت بالعشم، الحياة بالعقل. امشيها بعقل وخليك واعي، خليك سابق بخطوة.